اذا كان المدرب ولا واحد زي فينيسيوس دوت، الاتنين يحيروك، الاتنين يخلوك في بعض من الاحيان تمسك شعرك وتمشي في الشارع زي المجنون، والاتنين بعديها بفتره يخليك تقعد تسقف من كتر العظمه اللي هم بيقدموها. والله العظيم ثلاثه. يعني لو تشوف مثلا تفكير انشيلوتي في ماتش زي اتلتيكو مدريد الاسبوع اللي فات، وتشوف تفكير وازاي هيئ لماتش جيرونا النهارده او من شويه، تحس ان في اختلاف، تحس ان ده حاجه، او ان ده بني ادم بتفكير عالي جدا، وبيتعامل مع الغيابات اللي عنده بشكل كويس، وقدر يوظف كل لاعب في مكان معين بحيث ان هو يسد الثغره الكبيره اللي عنده، ويطلع من الماتش باحسن فايده ممكنه. وتيجي تبص بقى في الاسبوع اللي فات، تحس ان في حاجات غريبه بتحصل في الملعب، تحس ان في فكر سلبي يخليك مخنوق وجادد. ف... فانا مش عارف ارسى معاه على بره. تيجي تاني واحد زي فينيسيوس، الاسبوع اللي فات قدام اتلتيكو انت محتاج الماتش، تلاقيه عمال لا مؤاخذه يعني في الكلمه بيتمرقع. تلاقيه قدام جيرونا على نفس الملعب وقدام جماهيرنا برضه، تلاقيه بيقدم لك اداء في منتهى الجمال، فيخليك حيران. طب انت ليه ما بتلعبش معايا كده على طول؟ طب ليه الفكر بتاع المدرب اللي قاعد على الدكه بره وبيدير الماتش ليه مش شغال معايا كده على طول؟ ليه دايما نقعد نحرق في دمنا ونقول التكتيك واللعيبه واللعيب، في لعيبه ما بتلعبش في مركزها وتوظيفها غلط، والمفروض ده كان ينزل، المفروض ده كان يطلع. طب ما الدنيا سهله اهي يا جدعان، ما الدنيا سهله وجميله اهي، وخدنا جيرونا 4 على وشها تاني بعد ما لبيناهم في ملعبهم الدور الاول 3. سهله وبسيطه اهي. جيرونا اللي مخوفه فرق الليجا كلها وشايله برشلونه 4 من فتره، جات لنا واديناها 4. ده واحنا عندنا مفيش مدافعين. يعني ده احنا مع المدافعين او اللعيبه اللي بتلعب في الدفاع اتصابت هي كمان. فانت بعد ما كان عندك ثغره، انت يعتبر عندك ثغرتين، وبتلعب وبتأدي والدنيا ماشيه معاك وزي الفل وتمام، بتعمل سكور وبتعمل اداء حلو جدا وكل حاجه. من كتر الحيره كنت يعني من ضمن الحيره اللي انا بقول لك عليها، يعني واحد زي مثلا انشيلوتي في ماتش زي ده، قلبين الدفاع بتوعه مش موجودين، فرجع الباك واحد من نص الملعب حطهم. فالمفروض ان انت عندك ثغره، المفروض ان جيرونا نازل يلعب على النقطه دي، فاداهم الكوره وخلاهم يعملوا كل اللي هم عايزينه في نص ملعبنا ونص ملعبهم، ويجيبوا الكره يحولوها من اليمين والشمال، ويعملوا مثلثات ومربعات وكل الاشكال الهندسيه كلها. بس لو انت ذكر اعرف عدي نص ملعبي. هو ده لسان حال انشيلوتي النهارده لجيرونا. لو هم رجاله وكره يعرفوا يعدوا من نص ملعب، وانا بهجمات المرتده منظمه هعرف اخطف الماتش، هعرف اخلي بلينجهام يجي من ورا لقدام، وفينيسيوس يلعب له واحده بينيه يعدي لي الجون ويلمها لي. هعرف اخلي بلينجهام يقطع مع فينيسيوس ويشد المدافع معاه، والواد يلعب لي ار2 ويحط لي جون في منتهى الجمال. هعرف اخلي فينيسيوس يجي من على الطرف وواحد ضد واحد بيعرف يعديها ويعني ويحط في الجون وبلينجهام يجي يكمل. هعرف اعمل هجمه مرتده جاي من رودريجو ويجري وينطلق وهو كده كده رجله على الجون حلوه ويسجل هدف رابع. في افكار، في تكتيك، في تنظيم في الملعب، في روح، في اللعيبه عايزه توسع بقى الفارق وترجع تاني ونلعب باريحيه شويه. في حاجات كتير في الملعب النهارده. اللي يخليني اقول لك كده كمان ان كل واحد بيلعب في مركزه، الدنيا كلها منظمه. ما تحسش ان انت عندك الاثنين المدافعين بتاعك مش موجودين اساسا، او انت مفتقدهم. بالعكس، مفيش كور محققه جت على لونين اصلا، غير اللهم اول كوره في بدايه الشوط الثاني، هي دي الكوره اللي انت تقول عليها دي خطر شويه، وقدر ان هو يتعامل معاها. لكن فيما دون ذلك مفيش. حتى بصراحه قلبين الدفاع ما جاش عليهم كور اصلا ان انت تقدر تقول لا دي خطر، يا لو كان حد عمل كده. تشاوميني كل لما يجي له كوره بيطفشها زي ما هو قلقان، لا مش حتتي، فانا ايه ما اوجعش دماغي عشان ما يطلعوش بقى في الاعلام يقعدوا يسبوا لي ويلعنوا فيا والكلام ده كله. لا، الدنيا هاديه خالص وهو اصلا بارد وما عندوش اعصاب، فانا بقى هعرف اتاقلم على الحته دي كده، وهعرف انا اشيل الكور على طول، بدل بقى ايه وجع الدماغ والكلام ده كله. كارفخال لتاني ماتش بيلعب في مكان مش في مكانه، بيأكد ان الموسم ده بالنسبه له غير. ترجع تحس ان كارفخال 2017
كارفخال 2014 من ساعه، من اول ما بدا يشارك معانا، من اول ما جيب من باير ليفركوزن، فلا هو واقف على رجله. انا دايما بشيد بكارفخال، دايما بحترم اللاعب اللي هو بتحس ان هو مقصر في موسم، فيجي الموسم اللي بعد كده تحس ان هو بيديك. فهو ده الحال، هو ده اللعيبه اللي فعلا الرجاله، اللعيبه اللي هو كابتن، شرط الكابتنه على كتافه وحاسس بالمسؤوليه، بيديك بكل نقطه عرق ودم بيلعب بيها، ما بيبخلش، شغال قدوه للرجاله اللي معاه، قدوه للشباب الصغير، شايل الفريق. ناس تانية المفروض ان انت كنت متوقع لها عكس كده، بس لا، الراجل فعلا وما زال وهيقدم، وانا متاكد ان هو هيقدم موسم عظيم الموسم ده، لان المؤشرات في بدايه الموسم بتقول الكلام ده. تخلي لاعب باك في منتهى الجمال، دفاع وقت محتاج في الدفاع برضه بيأدي في منتهى الجمال، فالتوتال الموسم كله لحد وقتنا هذا في منتهى الجمال حرفيا. واحد زي فالفيردي ده بداية كل حاجة جميلة في نص الملعب بتخلص معاك بهدف، لازم تلاقيها جايه من عند فالفيردي. حرفيا احنا معانا كنز في نص الملعب اسمه فالفيردي، جمال ودلال ومتعة وشياكة وروح وكل حاجة. حرفيا الجون الاولاني لما ساهم فيه وراح خطف الكوره او راح يعمل باص لفينيسيوس واسيست، وفينيسيوس في الاخر حاجه حاططها في المقص، فحرفيا فالفيردي متعه. بلينجهام بعد ما غاب له كام ماتش عن التسجيل بيرجع برضه بيأكد صدارته للهدافين ب 16 هدف، وبيأكد على موسم عظيم هو بيقدمه وما زال بيقدمه. الخوف كله دلوقتي في الفتره دي من جو الاصابات اللي بقى ماشي بيدشمل في الفريق. المدافعين بيتسقطوا من عندك، بلينجهام مش عارفين قصته رايحه فين وجايه منين لحد وقتنا هذا. فلسه اما نشوف هل الاصابه هتبقى خفيفه وهينه والدنيا هتسمح له يلعب ماتش لابزيج يوم الثلاث الجاي. الاصابه حته العضل دي والواد يضغط على وش رجله بدل المره مرتين، فمقلقه شويه. ما بحس يعني مقلقه، تحس ان هو بيتحامل على نفسه وان هي جايه في مكان رخم، في وجع ساعات بيجي في العضل ده تحس ان هو وجع رخم اصلا. فهل هو بقى الدنيا هتتعامل معاه بسرعه او هيخف بسرعه ويلحق ماتش لابزيج؟ لان حوارات المانيا او ماتشات المانيا دي تبقى بصراحه دمها تقيل على قلبي. فواحد زي بلينجهام ما ينفعش اصلا يغيب عن ماتش زي ماتش لابزيج ده، مصاب بقى مش مصاب ما علينا، المهم ان هم يحاولوا يجهزوه بسرعه ويرجعوه في اقرب وقت عشان نعدي من اول ماتش والدنيا تبقى مرتاحه معانا. جو بقى الاعصاب تبقى نار وقاعد على اعصابك والجو ده، ابوس ايديكم ببالغ منه. ماتش الثلاث ان شاء الله يعدي سهل. خوسيلو نازل يشوط لي ضربه الجزاء، كان الواحد كان بيتمنى ان هو يختمها بخوسيلو ده، يعني انا بحبه بصراحه، يعني انا مقتنع بيه ان هو مهاجم، يعني مهاجم بديل. اذا كان بقى هنشوف اندريك، اذا كان نشوف قصه امبابي اللي لسه هتفتح في الصيف وابتدت لها حكايات من دلوقتي، والصحافه في فرنسا وقصص كتير والرغي كتير بتاع فرنسا والصحف ده، فهنشوف. بس انا من وجهه نظري واحد زي خوسيلو خليه عندك على الاقل يبقى مهاجم بديل. ما ينفعش واحد زي اندريك انت هتجيبه لسه ناشئ تجيبه من النار على الدار على طول. فنهدى كده على واحد زي اندريك، تبقى معاه واحد عمال بيزقه لقدام زي خوسيلو. هو جاي سنه مفيش مشكله، ممكن تشتريه سنه، ممكن تعملوا اعاره السنه الثانيه مع خيار الشراء او ايا كان، بس هو لازم يبقى موجود. تحس النهارده نازل داخل يشوط ضربه جزاء وهو مقريف، برضه ضيع لي واحد من كام ماتش، ضيع لي بلنتي قبل كده من كام ماتش. فهي مش من ناقصه لان احنا عمالين نلصم، فمش هتيجي انت كمان تعكلين لي الدنيا. المجمل ان انت المنافس الوحيد ليك لحد الان في الدوري، انت عرفت تعديه بعد ما كان عامل صداع، بعد ما كان عامل دوشه وجيرونا لا، انت بتاكد ان انت هتدوس على وش اي حد. كان نفسنا نكسب ماتش اتلتيكو ونقول بس ما علينا، بس حرفيا الريال اثبت جدارته النهارده، اي بالغيابات او ايا كان اللي هيلعب، احنا هنكسب الماتش، يعني هنكسب. بس كده. لو وصل لك الفيديو ما تنساش تشترك في القناه وما تنساش تفعل زر الجرس، عايزين نوصل الفيديو لاكبر عدد من اللايكات يا رجاله. ان شاء الله مستمر بدعمكم ليا. زي ما قلت حاجه اساسيه جدا انك تنزل حالا دلوقتي تشترك في القناه. ومع الف سلامه.